في 23 من حزيران عام 2013 وقعت معركة بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني في مدينة صيدا، عرفت لاحقا بمعركة عبرة. لم تكن هذه المعركة مجرد اشتباكات بين طرفين، بل كانت اللحظة الفاصلة بين مشروعين متناقضين: مشروع الشيخ الأسير الذي وقف بوجه الظلم ورفض هيمنة حزب الله، ومشروع الحزب الذي يسعى لتقويض كل صوت معارض. الشيخ الأسير رجل الدين السني، عرف في الدفاع عن حقوق الطائفة السنية في لبنان، وأصبح من أبرز المناهضين لتدخلات حزب الله في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، واصفا ذلك بالخيانة لمبادئ المقاومة وحقوق الإنسان. بالله عليكم هل رأيتم العدو الصهيوني فعل فينا عشر معشار ما فعله نصر الله والأسد في سوريا؟ ما حدث في عبرة لم يكن مجرد تصادم عسكري، بل كان جزءا من مؤامرة أكبر تهدف إلى التخلص من الشيخ الأسير وإسكاته من خلال عناصر تغلغلت في المنطقة بعد أن استأجروا شققا سكنية قبل يومين من المعركة، محاولين بذلك استفزاز أنصار الأسير وإثارة الفوضى في صيدا، ليستغل حزب الله بعد ذلك هيمنته على مؤسسات الدولة وتوجيه الاتهامات ضد الأسير وتحميله مسؤولية الأحداث لإنهائه، كما اعتاد الفعل مع كل من يعارض مشروعه الإيراني الذي يسعى إلى فرض السيطرة الطائفية في لبنان. سيأتي يوم سنكون نحن أول من يعتدى علينا. تم القبض على الشيخ الأسير في العام 2015 لتتابع بعدها سلسلة من المحاكمات التي أدانته وقدمته كبطل للفتنة، حيث وجهت إليه اتهامات بالتحريض على العنف وقيادة ميليشيا مسلحة ضد الدولة. لكن مؤيدي الأسير اعتبروا ما حدث هو محاكمة مسيسة تهدف إلى تقويض صوته المناهض للنظام الإيراني وحزب الله. اليوم وبعد انهيار النظام الأسدي في سوريا، أصبح مطلب إطلاق سراح الشيخ الأسير أكثر إلحاحا من ذي قبل، في وقت تغيرت فيه معالم السياسة في المنطقة. وصلت للأطفال يا شيخ حسن نصر الله. بات الشيخ أحمد الأسير اليوم رمزا لكل من نهض الظلم، صوته الذي تحدى الهيمنة الإيرانية والممارسات السياسية الطائفية يظل حيا في ذاكرة الشعب اللبناني. فهل آن الأوان لتصحيح المسار؟ هل آن الأوان أن يفرج عن هذا الرجل الذي دفع ثمن موقفه ضد الظلم وأصبح اليوم رمزا للمطالبين بالحرية والاستقلال؟ أسئلة كثيرة يطرحها الأهالي اليوم برسم العهد الجديد، آملين أن تجد مطالبهم آذانا صاغية. لبرنامج الشطرنج، محمد علوان، SBI.